الأستاذ بيقدم عايز يسمع أم كلثوم وبقول أنا بسمع منها أم كلثوم بطريقة ثانية، فأنا بفضل إن أنا أمشيها عشان الراجل لا يمشي مظبوط. وأحمد أفندي ظهر غير مزيكا. يا حبيبي يا حبيبي، الليل والسماء ونجوم وقمر سهروا وانت وانا يا حبيبي، انا يا حياتي انا، كلنا في الحب سوا، والهوى منه الهوى، الهوى منه الهوى، منه الهوى سهران الهوى يسينا الهنا ويقول بالأنا يا حبيبي، يلا نعيش في عيون الليلة، يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد السنة مش قبل السنة، بليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، بكل العمر هو العمر والليلة زي الليلة، زي الليلة، ليلة زي ازاي اوصف لك يا حبيبي، ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي، ازاي اوصف لك يا حبيبي، ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي، كنت ولا امبارح فاكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حتى يومي عايشة يا حبيبي، خدني في الحب
طبعا حور موهبة فذة، فأنا من هنا كمسؤول في الدور التعليمي أنا وأخويا طارق خليل، فأنا بقول إن أنا هرعى حور تعليميا رعاية كاملة، وأنا بطلب من الأستاذ طارق خليل زميلي وأخويا الصغير إن أنا وهو لابد من رعاية حور حتى تتفرغ للدراسة وحتى تتفرغ للموهبة الفذة. فمن الآن أنا مسؤول أنا وطارق خليل عن حور تعليميا. أي مشاكل في أي مكان للتعليم إحنا المسؤولين عن حلها. يا رأيك؟ حقيقة حرام إن يكون عندنا موهبة الحلاوة والجمال اللي بهرتنا كلنا بلا استثناء، موهبة ما شاء الله، حاجة زرعة خضرة جميلة طلع من بلدنا لازم نرويها كلنا، لنا ولا الأستاذ سامي كلنا. الموهبة الجميلة دي طبعا الزهايمة اللي طلعت من كلثوم حاجة زي كده، بس خدت عناية وبسم الله ما شاء الله عندنا فيديو كونفرنس وعندنا حاجات كتيرة وعندنا مواد كتيرة وعندنا حاجات ممكن نطلع ان شاء الله موجودة كتيرة قوي. ويعني انا بحيي الاب والام الجمال جدا اللي قدموا النظام ان هو الجميل جدا. شكرا. الاستاذ الحاج محمد فريد امين حزب حماة الوطن، تفضل. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. أنا سعيد بالحضور كله. وممكن أعد بالواحد كده عشان ما انساش حد. بقول لكم أسعدتوني. ودي أمسية جميلة وأنا نفسي أكررها. ببعت لكم تحيات الأستاذ محمد هلال. طبعا هو عميد الشباب والرياضة عندنا في نظام الراجل تاريخ في الرياضة، الراجل الذي ساهم يعني معانا في إحياء الليلة والليالي القادمة. الراجل بعت لكم تحياته وهو عنده ظروف في الزقازيق، عنده فرح كان نفسه يحضر معانا. وبحيي كل من ساهم في إنجاح هذه الليلة، واعذرونا إذا كان في تقصير ولا حاجة. تحياتي لحبيبنا الأستاذ خالد شخير، وإحنا عاملين له شهاده تقدير على قد ما اوصف كده لرجاء تقديمها من حضراتكم لحضراتكم. جماله اتفضل صور معاك. اشكركم يا جماعه كتير والله، ما نستاهلش كما نكرر اخونا وحبيبنا الاعلامي الاستاذ طارق خليل. دي بقى اسمحوا لي انا اللي هقدمها له. على فكره طارق خليل اول من ساهم في اني اول مقال كتبته في حياتي كان عن طريق طارق خليل. اول مقال كتبته في حياتي هو طبعا انا بقول لي اعمل لكم كلكم شهادات تقدير، واذا كان عندكم وقت انا مستعد اعملها حالا، فسامحوني. انا طبعا